أعزائي مشاهدي برنامج بطل من ذهب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي. النهاردة زي ما احنا شايفين والجو حوالين منكم شايفين ان احنا في وسط عالم السلة، في وسط نادي الاتحاد السكندري. طالما بقينا في وسط نادي الاتحاد السكندري لابد ان احنا نتكلم مع واحد من أعظم من أداروا كرة السلة في نادي الاتحاد السكندري. كان لاعبا موهوبا وكان نجما كبيرا جدا، وحصل على أحسن لاعب في إفريقيا عام 1971. أحد النجوم اللي أثروا كرة السلة في العمل الإداري، واحد من اللي أداروا كرة السلة في نادي الاتحاد، اسم كبير. النهاردة هيكون لقائنا مع كابتن السيد مبارك تريبس. ضيفنا اليوم هو الكابتن السيد تريبس. الاسم السيد عبد الحميد محمد مبارك، من مواليد كوم الدكة بالإسكندرية يوم 17 إبريل 1947. تخرج في كلية التربية الرياضية عام 1970، وأيضا تخرج في كلية التجارة عام 1977. قرر الدكتور محمد عبد الوهاب وكابتن محمد الطحان تصعيده لفريق الدرجة الأولى في عام 1965. لعب مع الفريق الأول من عام 1965 وحتى عام 1980. مسيرته الدولية لعب لمنتخب مصر والمنتخب العسكري ومنتخب الإسكندرية من عام 66 وحتى عام 76. حصل مع منتخب مصر على بطولة إفريقيا سنة 1970 بالإسكندرية، ومركز ثاني إفريقيا سنة 1972، وتوج كأحسن لاعب بالبطولة. كابتن سيد تريبس، يمكن واحنا في برنامجنا بطل من ذهب دايما كده سؤالنا اللي في بداية سيد تريبس، وليه عشقه لكرة السلة وليه عشق الاتحاد السكندري؟ والله يا دكتور علاء، البداية في كوم الدكة في أوائل الخمسينات، في نادي اجتماعي من الأندية اللي كانت بتلم الصبية بدل ما يبقوا في الشوارع بيمارسوا الرياضة. وكان معانا مشرف أخو المرحوم عبد المجيد عبده، وهو الحاج أدري. وأنا فوجئت إنه هو شاعر إن أنا لعيب باسكت، وأنا شاعر إن أنا لعيب كرة شراب اللي هي اللي سميها الخماسي دلوقتي. الحقيقة استمرت سنتين بلعب باسكت، بلعب كل حاجة، باسكت وهاندبول وفولي وبينج بونج في النادي ده، وكان اسمه نادي نادين. أخدني الحاج أدري عنوة إلى نادي الاتحاد أيام الفريق الله يرحمه أنور عبد اللطيف، كان رئيس النادي، وكان النادي غير النادي بقى. وتدربت وأنا عندي 14 سنة تقريبا، وهربت ورحت ألعب الخماسي، وإحنا كنا مسميه كرة شراب تاني. قبض عليا مرة والتانية، مصر إن أنا ألعب باسكت في نادي الاتحاد. ما استقرتش غير وانا عندي 15 سنة. لعبني في دوري مسمى دوري الدرجة الثانية. هذا الدوري كان بيدي فرصة لجميع الأعمار للاشتراك. اللاعب اللي تخطاه السن ملوش مكان في الدرجة الأولى يلعب دوري الدرجة الثانية. فكنا فرقة مميزة جدا تحت قيادة الحاج أدري. اندمجت في كرة السلة وما تركتش الكرة الخماسية أو كرة الشراب. لعبت سنتين لغاية سن 17 سنة في الدرجة الثانية. دكتور عبد الوهاب وكابتن محمد الطحان ولهم الفضل الكبير على الباسكت بول في اسكندرية وفي نادي الاتحاد. ادي قدامنا السيد مبارك هو إداري الفريق، والدكتور محمد عبد الوهاب بيدفع النجم صانع العاب محمد عمر، ويطلع طارق الصباغ. في محاولة للفاول جامدة، عايزين نطمن حضراتكم. ادي سيد مبارك تقول له اهدى اهو، تريبس بيقول له اهدى.
بيقول له اهدى. الفاول الثالث معلش. دكتور محمد عبد الوهاب المدير الفني لفريق نادي الاتحاد. طبعا واضح ان وادي طارق صباغ ابو عمرو. طبعا هو يعني ما فيش شك ان عصام ابو العينين قوه ضربه في فريق نادي الاتحاد. ما اعرفش ايه اللي بدر منه، خلى الحكم لغى الرميتين وادى خطا فني على نادي الاتحاد. وادي الدكتور عبد الوهاب وتريباس بيحاولوا ينزلوا عمرو. لازم خبره تنزل في الملعب تقود الفريق في الثلاث دقائق الحرجين اللي هنا. قبل الفاصل معلومه جميله جدا قالها لنا نجمنا وكابتننا واخونا الكبير كابتن سيد تريبس. اسكندريه كان فيها 14 فريق كره سله قوي في الستينات. تعالوا نشوف مين الفرق دي وراحت فين. كابتن سيد، 14 فريق راحوا فين؟ والله كان جزء كبير بيمثلهم الأجانب، والأجانب لما خرجت الأندية دي معاهم وانتهى عهدها. زي النادي هل صحيح كان مكابي عندنا هنا؟ مظبوط، مكابي النادي اليهودي كان موجود وبيلعب في الدوري في ال 14 فريق، وكان في فريق إيطالي اسمه الدومبوسكو، وكان فريق يوناني اللي هو النادي اليوناني، وفي البالسترا والسنترال. الأندية المصرية كانت أقل، وهم نتمن والجمق واتحاد سكندري وسبورتنج ويسبقوا، وكان برضو الأولمبي جه بعد الاتحاد السكندري وسمارك، لأن اللعيبة جزء كبير جدا من لعيبة سمارك انتقل إلى نادي سبورتنج. الدوري ده كان من أروع وأمتع ما يمكن، وكانت نتائجه اللي بيحصل على البطولة هو يعتبر بطل مصر. الفرق دي كانت بتلعب فين؟ في الصالة المغطاة باستاد اسكندرية. كابتن سيد، عايز اقول لك على حاجة. انا فاكر الصالة دي بيقولوا لي كانت بيتلعب فيها في الاول قبل ما تتغطى. والله الصالة دي يعني عايز اقول لك حاجة، الاسكندرانية سبقوا الاتحاد الدولي في كرة السلة. الاتحاد الدولي مؤخرا اصر ان جميع المباريات تقام على صالات مغلقة. في اسكندرية كنا بنلعب من سنة 65 في قاعة في صالة استاد اسكندرية. بس أنا فاكر سنة 49 بطولة العالم اتلعبت في الصالة دي وما كانش لها سقف. والله أنا مش متذكر. لا دي معلومة تاريخية. أكيد، يبقى أنت أدرى مني بهذا الكلام. لكن كنت تشوف جمهور راقي جاي يستمتع ويخرج باستمتاع. برفانات إيه؟ عروض أزياء إيه؟ كأنك بتتفرج على مباراة تنس عالمية. كفاح وقتال ايه، ومحبة وصداقة ايه بعد كل المباريات. الحقيقة كان جو جميل جدا، اختلف بدخول نادي الاتحاد ودخول جماهير كرة القدم العاشقة لكرة القدم، بدأت تعشق كرة السلة، فجغرافية الجمهور اختلفت. أول من أوجد المدرب والكوتش هو نادي الاتحاد. كوتش يعني واحد بيقف يتفرج على المدرب وهو بيشتغل وبيوجهه وبيحدد له الخطط اللي عايز يلعب بيها، وهو اللي بيلعب المباراة أما بتلعب مباراة، والمدرب يبقى هو المساعد بتاعه. دي المنظومة اللي مشينا بيها، ومعاها عضو مجلس إدارة وهو طحان ورئيس جهاز. تقريبا دي المنظومة اللي ماشي الفرق الجماعية كلها حاليا بيها. دي بدأت في نادي الاتحاد، وأول مدير كرة سلة في مصر كان السيد تريبس. يعني هي تسمية ما تعنيش كتير، لكن الفعل هو اللي كان بيعني. أنا في سؤال دايما محيرني، من أين جاء اسم تريبس؟ والله أنا سبق قلت لك إن في منتصف الستينات كان في دوري معظمه من الأجانب. الحاج قدر يلعب في النادي اليوناني ده فترة، وكان من ضمنهم لاعب اسمه قريب من اسم تريبس، لأنه اسم غريب فتشكل
بالطريقة المصري عشان يصل إلى تربس. وجزء من معرفة الناس أو الشهرة إلى جانب الباسكت هو الاسم نفسه. الاسم الغريب دايما بيجذب الإعلام والصحافة وحاجات زي كده يعني. عادل حسن بيلعب الأوت. عمرو أبو الخير مع أحمد إسماعيل، طلعها منه أحمد إسماعيل. كرة للنادي الأهلي. في هنا ايه الكوتش محمود احمد علي. انتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندري 65-62 النادي الاهلي، وتنتهي بذلك البطولة رقم 10 لكأس مصر بفوز نادي الاتحاد السكندري للمرة السادسة، وهو أيضا حائز على اللقب بطل الكاس. أنا كان دوري إداري فني مش إداري بس. أي مدرب من المدربين، ولذلك جميع مدربي نادي الاتحاد حققوا بطولات. الصغير حقق، الكبير حقق، العجوز المدرب فؤاد أبو الخير الله يديله الصحة الله يرحمه حقق، شريف ابنه حقق، جميع الشباب في نادي الاتحاد حققوا، شريف عزمي حقق، شعبان حقق ومعاه طارق وصفي، أحمد عمر حقق، عماد محمود حقق. ليه؟ ابحث عن الإدارة. في إدارة صح، الفني يمكن استيراده أو يمكن تنشئته. ولذلك أنا قلت إن وسام ظلم في هذا الموسم. معلش الناس بوثبة كده صغيرة نخش على الموسم ده. ليه ظلم؟ هو بنا ومناول ده بالبلدي. طب ودي تيجي ازاي؟ المدرب لغى المستطيل فقط، وإدارة المباريات، وإدارة المباريات مش بيتدخل فيها، لا بيساعدوا فيها المساعد بتاعه ومدير اللعبة. يعني مثلا اما محمد عبد المطلب بطل قلت له لديك كل الامكانيات اللي تخليك تبقى تربس، وانا كنت موجود بشتغل. تنشئ كوادر. لما طارق الصباغ بطل قلت له نفس الجمله. الاثنين اشتغلوا مدربين وبعدين رجعوا للاداره تاني من جديد. اما يبقى المدير الفني عنده تاريخ في اللعبه وعنده خبره، مؤكد هو قاعد واعصابه هاديه غير الكوتش، بيبقى له رؤيه بينقلها للكوتش في هدوء. يقول له بص على الفلان الفلاني هدأ في الملعب ومالوش تأثير، يبص كلام صح ينفذه. يعني لك أن تتخيل إن ده الأسلوب اللي ماشي في نادي الاتحاد لمدة 20 سنة. أول ما شريف عزمي جه، ودي من الحاجات الغريبة اللي حصلت لي وأنا دمي أخضر، قال له مش عايز تربس. طب ليه؟ والله هو بيسيطر على الفرقة ومش كلام من هذا القبيل. دايما كده ما السالب ما يمشيش مع السالب والموجب ما يمشيش مع الموجب. هو عنده قدرات إدارية وقيادية وانت أكبر منه، فهيبقى عنده خشة يتعامل معاك فهيحصل دروب. لا أبدا، هي دي برضو ناحية أساسية. الناحية التانية أنا في الإدارة بشتغل كما يجب، كل المعطيات بتبقى معايا، ومساحة الفنيات بسيبها بنسبة 80% للمدرب وبساعده ب 20%. كان يطلع من التدريب يقول لي ايه رأيك؟ أنا على فكرة أكتر مدرب أنا شفته في تاريخ حياتي واستمتعت بتدريباته هو شريف عزمي. مدرب أكثر من رائع. نهايته قالوا له تربس هو اللي بيساعدك، هو اللي عدت الأيام وجا في حضني. كنا بنلعب دورة، أول دورة مجمعة بعد ما شريف عزمي ابتدى، كانت في طنطا. خسرنا ماتشين. كان متأثر جدا. قلت له بص يا شريف، الجيل اللي قبلك كان بيلعب كرة سلة فردية بحتة، وأنا
قلت ان انا محتاج مدرب خططي، وانت دخلت المهارة الخططية لسه ما بدأش الجيل يهضمها، ما شربوهاش، لكن لما يشربوها هيبدعوا. وقد كان 95 و96 نادي الاتحاد استحوذ على جميع البطولات تماما، سواء دوري او كاس او بطولة عربية. المدرب يجب أن يعمل كما يجب وليس كما يحلو لأولياء الأمور. لازم يكون عنده استقلالية وشخصية مهما كانت إمكانياته الفنية. الشخصية اللي بتنشئ جيل جديد هي الشخصية القوية، وأصعب القرارات هي أقواها وهي أفضلها. لما أنا أحط لعيب غير كفء عشان ولي أمره سين وصاد، أنا بخسر مكان لعيب وبخسر إمكانيات فريق، وبيحصل تداخل في القول بين اشمعنا وما اشمعناش. الحقيقة نصيحة النادي الاتحاد، المنظومة اللي أنشأها محمد الطحان والدكتور عبد الوهاب وسعيد جميل والعبد لله، جميع الأندية استفادت منها ونادي الاتحاد تنساها. لما نادي الجزيرة عمل الله يرحمه عبد الصبر رئيس جهاز وجاب مدرب أجنبي عشان يكونوا فريق جديد، كان الجزيرة بعد تماما عن المنافسة، دخل المنافسة وحقق بطولات. نادي الزمالك لما بعد وجاب اسماعيل سليم مش مدرب، رئيس جهاز، نجح. النادي الأهلي بيتخبط لأن ما عندوش رئيس جهاز كرة السلة. رئيس الجهاز ده وظيفته إدارية فنية، يقدر يقيم اللعيبة، يقدر يشوف لعيبة في الخارج يجيبها تستحق وتضيف للفرقة، يقدر يساعد المدرب، يقدر يكون همزة الوصل بين مجلس الإدارة، يقدر يتواصل مع مجلس الإدارة بدون مشاكل. نادي الاتحاد طول عمره عنده مشاكل مالية وطول عمره ما عندوش مشاكل في الباسكت. إضافة إلى يجب أن يرفع الجميع أيديهم عن كرة السلة. كانت جمهورية كرة السلة المستقلة، طول ما احنا بنلعب ممنوع أي حد يدلو بدلو في كرة السلة. لما نخلص ونحرز البطولة نتراجع للخلف خطوات، ومن يريد أن يحصل على الكاس والتصوير أمام الأجهزة الإعلامية يا مرحبا بعد الحصول على أي بطولة من البطولات. فنصيحة النادي الاتحاد، عد إلى المنظومة الأساسية، وليس عيبا أن يكون مدربك صغير السن، فجميع مدربي نادي الاتحاد كانوا صغار السن، لكن خلفهم إدارة قوية فنية واعية وفاهمة وقادرة على مساعدتهم، ولذلك كانت البطولة. كابتن سيد تريبس، أنا سعدت باللقاء معاك وشرفت، ودي حاجة بضيفها للسي في بتاعي إن أنا عملت لقاء مع واحد من عمالقة كرة السلة اللي عملوا لكرة السلة المصرية، اسم كابتن سيد تريبس. دكتور علاء، أنت تاريخ كبير، من 20 سنة استضفتني أو أكثر أو أقل، مش بكبرك في السن، كنت لسه صغير قوي يعني. تاريخ طويل وجهد رائع وجامع ما بين حلاوة التعليق في كرة القدم ومتعة التعليق في كرة السلة. فشرف لأي حد إنه يتواجد معاك في برنامجك الجميل، ونتمنى لك دائما التوفيق. طول عمر لسانك بينقط سكر. ربنا يبارك فيك،
ودي حقيقة أنا لا أستطيع أن أنكرها. شكرا جزيلا. أشكرك. أعزائي المشاهدين، استمتعنا الليلة بلقاء شيق مع الكابتن السيد تريبس. سمعنا منه النصائح والتاريخ القديم اللي بيكلمنا عن نادي الاتحاد السكندري ونشأة كرة القدم، نشأة كرة السلة في نادي الاتحاد السكندري. نتمنى ان الأجيال الجديدة تستمع للنصائح اللي تكلم عنها كابتن سيد تريبس اليوم لتكون نبراس لهم. من هنا من صالة نادي الاتحاد السكندري برنامج بطل من ذهب، كان معكم مدير التصوير نورهان فتحي، المخرج علي عبد الهادي، ومحدثكم علاء متولي.